السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم محمود عباس، تاجر أجهزة كهربائية في قناة ملك الأجهزة. بإذن الله قبل ما نتكلم عن الفرن ولا على الجمال ولا على الأناقة ولا على أي حاجة تبع الفرن الجديد اللي إن شاء الله أول مرة حد هيعرضه على اليوتيوب، بإذن الله الفيديو دوت رسالة لكل واحد. أنا لما سميت قناتي ملك الأجهزة كان الغرض منها اللي أنا مش أنا هيكون عندي أكبر معرض في مصر أو مول كبير ولا حاجة، لا الحمد لله أنا معرض الحمد لله مش كبير قوي، على 200-250 متر الحمد لله. وإن شاء الله أنا كان الغرض مني اللي أنا لازم أبقى مميز. إزاي هتبقى مميز؟ عشان تبقى مميز لازم تبقى عندك تكاية صغيرة. لو أنت تاجر شاطر اللي أنت تعرض حاجة مش موجودة عند أي حد، لازم تبقى عندك التكاية الصغيرة، او بمعنى اصح عندك حاجة تخلي الناس كلها تتصل عليك وتطلبها منك. النهاردة الحمد لله كنت اول تاجر على اليوتيوب، الحمد لله بفضل الله اللي انا كنت اعرض فرن الحشاش، والحمد لله برضو كنت اول واحد يعمل الفرن المندي، البرميل المندي بتاع الغاز، والفانتوم ال 35 تكييف في الصحراوي الفريش، والبيكو الفليزر البيكو المسطح الجديد الروماني، برضو كنت اول تاجر يعرضه على اليوتيوب. وفي نفس الوقت مش كل التجار بتجيب الحاجات دي، كمان شركة الحشاش الحمد لله بفضل الله الفيديو اللي فات كنت انا الوكيل الوحيد في مصر اللي بيعرض اللون الجديد او الالوان الجديدة اللي كانت مخصصة للتصدير. فديت اهم حاجة لازم الواحد يبص عليها، لازم تبقى عندك اللي مش عند اي حد، عشان يعني طبيعة السوق سوق مريح والدنيا مريحة في كل حاجة، فلازم تبقى انت مميز عندك حاجة مش موجودة عند اي حد. فالحمد لله بفضل الله الحمد لله انا قدرت اوصل للقطعة الفنية الذهبية الجديدة. الفرن دوت ليه قصة حلوة كده. الفرن دوت كان مفروض معمول لأمير سعودي أو حد يعني في السعودية وخلاص، مش لازم نقول مين بالظبط، فحصل نصيب وما راحش، وبفضل الله وحبيبي محمد حبيبي محمد يسري قال لي في قطعة فنية حلوة محمود عندنا، تحب تاخدها، تحب تشوفها؟ قلت له بس انا لازم اشوفها. راح بعت لي صورها، قلت له لفها وعينها واحفظها وابعتها لي. ودوت اول فرن في مصر وفي الوطن العربي لشركة الحشاش بالمواصفات ديت، فرن ستانلس جولد وفي نفس الوقت مزود بشواية فحم من فوق. اللي فوق دي شواية فحم. هقوم دلوقتي طبعا وهصور لكم الفرن عشان تشوفوه. انا مش هتكلم عن المواصفات طبعا عشان احنا اتكلمنا عليها في الفيديوهات اللي فاتت، انما انا اقرب لكم طبعا الكاميرا عشان تشوفوا الجمال بتاع الفرن، اللي طبعا كاميرا الموبايل او اللي انا بصور بيها مش بصور بحاجه بروفيشنال عشان تظهر الجمال اللي عندي دوت. فباذن الله هقوم دلوقتي واصوره لكم وعشان تشوفوا. وكمان رساله لحبيبي واخويا احمد خطاب وكيل الامارات، راجل محترم جدا بيوفر التوصيل لكل مكان في الامارات. هسيب لكم طبعا الحساب بتاعه او اللينك بتاع صفحته، طبعا اللي من الدول العربيه عايز يتواصل معاه ويشحن لهم، راجل محترم بيوصل لكل الاماكن وبيوصل ناس كمان هناك هي اللي تركب الحاجه. هسيب لكم اللينك بتاعه باذن الله، هو ما عندوش دواء فانا بعت له من يومين قلت له انا هعرض حاجه جديده عم احمد مش موجوده عندك، وهو مستني الفيديو على نار عشان بعت له صوره صغيره. فدوت عم احمد الفرن الجديد اللي مش عندك، اللي باذن الله هيتعمل منه حاجات كتيره وهيتصدر منه باذن الله، يكون على ايدينا وباذن الله يكون من خلال القناه عندنا. طبعا نشكر آل الحشاش كلهم. فباذن الله انا هقوم دلوقتي وافرج لكم الفرن واعرف لكم الشوايه ديت لازقه في الفرن مش منفصل، لازقه في الفرن. هنعرضه باذن الله. الفيديو يعجبكم، انا مش عايز لايكات ولا عايز اعجابات ولا عايز اي حاجه، انا كان الغرض مني اللي انا لازم اوصل رساله لكل تاجر، لازم تبقى مميز. دور على الحاجه اللي مش عند كل الناس واللي انت تقدر توفرها للناس بمعنى اصح عشان تبقى مميز، لازم تبقى مميز. عشان كده انا سميت قناتي ملك الاجهزه. يا رب الفيديو يعجبكم ودعواتكم لينا ان شاء الله. اهلا بكم من جديد. ده الشكل الخارجي للفرن. انا مش عارف يعني اوصف لكم اللي انا شايفه بعيني فعلا ظاهر في الفيديو ولا لا. يعني حته ذهب. انا بفضل الله انا هنزل لكم دلوقتي، انا نزلت فيديو 15 ثانيه على التيك توك على حسابي، عمل لغايه دلوقتي اكتر من 360 الف مشاهده. الناس كانوا بيقولوا لي احنا عايزين نحطه في مكان النيش في الصاله، مش ده حرام دوت نعمل فيه اي حاجه، واللون بيروح ولا ما بيروحش. لا ده طبعا ستانلس جولد ما بيتاثرش طبعا من الحراره خالص.
طبعا العجل راكب لهم من تحت 2 فرامل من قدام واللي ورا عادي عشان اللي عايز يثبته. طبعا الجناب بتاعه بتبقى اللزق دوت لو احنا هنشيله الاستانلس باين من تحت، طبعا انا ما شلتوش عشان يفضل محفوظ للي هيروح له. وادي الجنب التاني طبعا ادي اللزق ده كله لما هيروح عند العميل اللي هيروح له ان شاء الله، طبعا هو اللي هيشيل اللزق ده. كمان التقفيل بتاعه من ورا مختلف شويه غير اللي بيجي لي، طبعا يعني واخد شغل اكتر شويه عشان ده كان رايح تصدير زي ما انا قلت لحضراتكم في اول الفيديو. كمان دي الشوايه، طبعا اللي عايز يشوي حاجه في الفرن يسويها وتطلع تاخد طبعا طعم الفحم او وش الفحم، او عايز يستغنى عن الفرن خالص النهارده في جنينه عنده او في اي مكان عايز يشوي اي حاجه، يقدر بسهوله يشتغل هنا، يحط فحم ويولع نار ويشوي. طبعا باذن الله هو في بس سياخ لسه انا هجيبها هتطلع هدايا مع الفرن، سياخ والشوايه عشان اللي عايز يشوي. طبعا دي تقدر انت تخلعها، هخلعها دلوقتي واوريها لحضراتكم. ده شكل العلبه اللي شلناها، طبعا اللي احنا ممكن اصلا نشتغل فيها نولع فيها بره او نحط فيها فحم وبعد ما نخلص نشيلها ونحطها هنا. طبعا ده من جوه ماده السكراب اللي هو بيدهن بها اللون الجديد للفران. وطبعا دي علبه كبيره جدا هي مخصصه لحمايه الفرن، لازقه طبعا في الفرن، شكلها طبعا جميل جدا. ويا جماعه دوت مش احتكاك ولا حاجه، لا ده اللحام بتاع العلبه هنا اهو موجود في الاربع جوانب، عشان لو الفرن راح لحد ما يقولش ده لحام، لا ده ما يقولش ده حاجه محكوكه فيه، ده اللحام بتاع العلبه من فوق. ده بس اللي ايه شكلها من فوق كده، اما الباقي الفرن كله روعه. طبعا كلمه الحشاش طبعا الاصليه، العلامه التجاريه بتاعته والاسم بتاعه. المقبض ده طبعا مقبض قديم عادي، مش المقبض الجديد، والمقابض الجديده بتاعته. وطبعا مطلي من الداخل دوت اتعمل مقاس 85 في 65، ده مش المقاس اللي هو الوسط الصغير، 85 في 65. ركبنا العلبه تاني هيت اللي كنا شايلينها، ركبناها في الفرن تاني. الفرن سعره متغير، وطبعا سعر الفرن ده غير اسعار الفرن التاني. دوت استانلس طبعا على الصاج، مش الصاج بس، طبعا اللون الاستانلس المدهب ليه لون تاني غير تركيب الشوايه. طبعا ده يعني بياخد شغل مخصوص وبياخد شغل كتير في المصنع، فبيبقى مختلف طبعا عن السعر العادي. اللي عايز السعر يبعت لي طيب في كومنت او يتواصل معايا على الرقم وهقول له السعر بتاع النهارده كام، عشان طبعا في كلام اسعار الاستانلس هتغلى او الصاج بمعنى اصح والحديد. فطبعا اي حد عايز سعر الفرن اخر حاجه كانت ليه كانت 3000 جنيه، فطبعا سعر الفرن دلوقتي هيبقى كامل. اللي شايف الفيديو يكلمني ويتواصل معايا وهقول له باذن الله. وباذن الله هنعمل برضو منه الالوان التانية، السكراب والالوان الاحمر والازرق والالوان التانية دي باذن الله، طبعا عشان ايه نوفر لحضرتك. كمان باذن الله هيبقى فيه مفاجاه بس مش هنقول عليها دلوقتي، طبعا حاجه طبعا مخصوص برضو هتتعمل ان شاء الله، بس لسه بنظبطها باذن الله مع الشركه هناك ان شاء الله. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، واللي عايز اي استفسار عن اي حاجه يا جماعه باذن الله يتواصل معايا وانا تحت امركم ان شاء الله. وباذن الله الشحن متاح لجميع المحافظات، اي محافظه باذن الله بنقدر الحمد لله مع شركه شحن نتواصل معاهم ونبعت الفرن لغايه عندكم. يا رب الفيديو ينال اعجابكم باذن الله تاني، وما تنسوش يا جماعه دعوه كويسه لينا ان شاء الله. وباذن الله ان شاء الله في الفيديوهات الجايه هتبقى حاجات جميله باذن الله، وهسيب لكم كل الحسابات بتاعتي باذن الله، وكان فيديو لكذا حاجه باذن الله انا شارحها هسيبها لكم في وصف الفيديو. اتمنى تنال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.